لو عندك بيبي صغير وبتدوري له على فيديو تتفرج عليه عشان خاطر يحل عنك شويه، فالفيديو ده اكيد ليكي. هقولك على حاجه مبهره جدا. مش بس ان انت تشغلي فيديو والطفل يتسلى بيه ويبعد عنك شويه وينشغل بيه، لا ده كمان بدل ما يكون مضر او اقل ضررا هيكون مفيد كمان، وده عن تجربه. اول حاجه، انا اسمي مروه، نيرس وام. بعمل فيديوهات كده عشان خاطر اللي جرب يعمل حاجه في الامومه او في الحياه عامه في تربيه الاطفال ونفعت، نقولها لبعض ونساعد بعض بيها. طبعا انا زي اي ام وانا حامل قلت لا يمكن لا يمكن لا يمكن اشغل التلفزيون للاطفال، وان انا بنتي او ابني اللي هجيبه ده لا يمكن افرجه على اي فيديوهات والكلام ده كله، عشان خاطر يبقى يعني يتكلم اسرع والكلام ده كله. وللاسف الواحد لما بيتحط في قلب التجربه بيلاقي ان ده مجرد كلام، عشان خاطر مع مسؤوليه الحياه ومع ان انت عايزه تخلصي حاجات في البيت والبيبي بيبقى زنان ومتعلق بيكي، فلازم يعني تبعديه عنك شويه ان انت تشغلي له اي فيديو يتسلى عليه. انا للاسف اتحطيت في الموقف ده ومعرفتش اجيب فيديوهات على اليوتيوب. لقيت ان هي اقل ضررا فيها هي ميس ريتشل، بس ميس ريتشل بتتكلم انجليزي، فده خلى بنتي تتكلم انجليش مش عربي. اتعلمت منها كلمات بس للاسف كلمات كلها انجليزي، فده خلاها تتاخر في الكلام العربي. وده اللي عرفته من الدكتور، يعني وديت بنتي دكتور تخاطب وقال ان الفيديوهات دي ممكن تفيد وممكن لا. تفيد امتى؟ لما تبقى باللهجة المصرية. وانا طبعا للاسف حتى لما بجيب فيديو باللهجة المصرية الطفل ما بيتعلمش بسرعة، يعني ما بيلقطش كلام منه بسرعة. فانا دكتور التخاطب كان قال لي ان انتي تكرري الحاجات مع الطفل، واي اصلا الصح فعلا ان انا المفروض اكرر كلمات مع الطفل، افضل اقول له دي ايد دي رجل دي مش عارفه ايه والكلام ده كله، وده برضو بيبقى صعب وعايز طولة بال رهيبه 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 وعايز حاجات كتير. فانا لقيت طريقه كويسه قوي ونفعت معايا. الحمد لله مجرباها كده بقالي 6 شهور فنفعت معايا جدا. فهقول لكم هي ايه بالظبط. وهو ان انا بعد ما كنت بفرج بنتي على ميس ريتشل بقيت انا ميس ريتشل ليها. بقيت اعمل ايه؟ زي الفيديوهات اللي انا بعملها لكم دي بالظبط كده، بقيت اصورها واقول انا الكلمات لبنتي، وبنتي تردد على الكلمات دي واشغل لها الحاجات دي طول اليوم. يعني ايه اسهل كده؟ اول حاجه، انت لو عندك بيبي صغير ايا كان اسمه كده ولد او بنت، هتجيبي موبايلك وتصوري فيديو لابنك، وتحط على الفيديو ده موسيقى حلوة كده، وتفضلي تعملي اكتر من فيديو مثلا تقولي فيه اكل اشرب امبو، دي اسمها ايه، ده بابا انا ماما انت اسمك كذا. الفيديو ده وتفضلي تكرري الكلام وتفضلي في الفيديو ده. سهل قوي دلوقتي اي برنامج تحط على الفيديو موسيقى، وتحطي كمان موسيقى وتسقفي شوية والكلام ده كله، وممكن تطلعي معاكي دبدوب تلعبي بيه للبيبي في الفيديو. وطبعا تشغلي وتديه لابنك يتفرج عليه طول بقى ما هو قاعد يتفرج عليه. شويه شويه تحسي ان هو لقط الكلام اللي في الفيديو اللي انت عملتيه ده، تعملي له فيديو تاني تتكلمي فيه عن حاجه اوسع بقى، ان ده شعري ده مناخيري ده ودني ده بقي. هحط لكم فيديوهات انا عاملاها لبنتي. فين البق؟ بق فين البق؟ ها بق ماما، انا ماما. هاي هاي، ازيك يا فريدة؟ فريدة فريدة ف فريدة. انا ماما ماما، انا ماما ماما. انا الحاجات دي بجد 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 يعني يا ريتني انا كنت عرفتها وحد قال عليها من بدري قوي، وكنت عملتها لبنتي من وهي صغيره، من وهي بقى يعني 6 شهور 7 شهور، لان انا ما كنتش عارفه خالص. فده خلاني اشغل لها حاجات بالانجلش وهي ما بقتش تتكلم عربي، غير بعد بقى ما بدأنا سنه و7 شهور كده بدأت تلقط كلام بالعربي. فانا هحط لكم فيديوهات ازاي انا عملتها، وبعد ما بعمل الفيديوهات دي بحطها على الفلاشة وبشغلها للبنت على التلفزيون او على الكمبيوتر او اللابتوب، وهتلاقي البنت لقطت. ان طبعا كل واحد غير التاني، يعني حتى اللهجة المصرية في كرة وفي مش عارفة ايه، فانت اعملي فيديو باللهجة بتاعتك انتي والكلام اللي بتقولوه عندكم في البيت، هتعملوا الكلام ده كله فيديو باسمي بقى بابا ومش عارفه ايه. هوريكم كده حاجات انا عاملاها، ودي ممكن والله انتوا تعملوها في البيت، فبدل ما ابنك يتاخر في الكلام والحاجات دي كلها، انت لو عملتي فيديوهين 3 4 كده وبقيتي تشغليه هيبقى ينفع جدا.
صدقوني انت لو عملت الفيديوهات دي هتنفع جدا جدا، ابنك مش هيتاخر في الكلام ولا الكلام ده كله. انا يا ريت كان حد قال لي الكلام ده من بدري. فاعملي الفيديوهات دي وجربي مع ابنك او بنتك، هيتسلى بيها وهتفيده كمان. بس فانا قلت افيدكم، وشكرا قوي وباي.